وايه القرف اللي احنا بنشوفه ده؟ ده لا شكل ولا منظر ولا روح ولا لعيبه ولا مدرب، واداره واقفه بتتفرج على اللي بيحصل ده كله وساكته. فين الاداره؟ كابتن بيبو، انت بتتفرج معانا على الماتشات ولا ما بتتفرجش على الماتشات؟ انتوا بتتفرجوا على الماتشات زينا ولا بتتفرجوا فين ولا بتعملوا؟ انتوا شايفين اللي بيحصل فينا ولا مش شايفين اللي بيحصل فينا؟ كلمه شكلنا يقرف دي قليله قوي على اللي بنشوفه بجد. احنا صابرين من الموسم اللي فات عليكم، صابرين على كل حاجه، صابرين على الصفقات وعلى المدربين الهم اللي بتجيبوها لنا. نفسي اعرف انتوا بتختاروا الناس دي على اساس ايه؟ ايه المدرب ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده بجد؟ وقسما بالله ما ينفع يدرب فريق درجه تانية، حتى مش فريق بحجم النادي الاهلي. انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ مش المدرب بس، ال11 لاعب اللي كانوا في الملعب النهارده ولا واحد فيهم راجل، كلكم لعيبه عال. محدش فيكم يستحق يلبس تيشيرت بحجم تيشيرت النادي الاهلي، محدش فيكم عنده روح ولا مسؤوليه ولا عنده احترام للتيشيرت اللي هو لابسه. انتوا بتاخدوا مستحقات ليه؟ بتاخدوا مستحقات ليه؟ بتعملوا لنا ايه عشان تاخدوا مستحقات اصلا؟ ولا عملتوا ايه عشان تاخدوا عليه مستحقات؟ افريقيا السنه اللي فاتت وطلعتوا منها، كاس مصر طلعنا من وي طلعنا منه، الدوري بسم الله الرحمن الرحيم خلاص كده بح، مفيش لا دوري، ويعني داخلين على ماتش كمان الترجي، مفيش اي حاجه تبشرنا ان احنا نروح نكسب الماتش ده اساسا. يعني كمان افريقيا يبقى موسم صفر للنادي الاهلي، ودي عمرها ما حصلت. مين يتحمل اللي احنا فيه ده؟ مين يتحمل بجد اللي احنا شفناه ده واللي احنا بنشوفه ده؟ مين السمسار اللي جاب يسترب ده؟ هو احنا خلاص بقينا حقل تجارب؟ ده احنا النادي الاهلي، احنا مش حقل تجارب. اوحش ماتش شفته للنادي الاهلي يا جدعان، اقسم بالله انا ما شفتش كده. اللعيبه ما بتلعبش اصلا، اللعيبه ماشيه بتتحرك على الواقف النهارده كده، بتتفسح في الملعب، ما بتلعبش، ما بيلعبوش اصلا. دي مش لعيبه عندها روح، فريقها خسران والمفروض انها ترجع للماتش وتكسب. محدش مسؤول انه يحل كل العبث اللي بيحصل ده غير مجلس اداره النادي الاهلي. لو انتوا خايفين قوي ان انتوا تدفعوا فلوس كتير قوي لما تمشوا المدرب ده، فانه يكمل لغايه اخر الموسم دي كارثه اكبر بكتير من ان انتوا تدفعوا فلوس اصلا. دي مشكلتكم انتوا اللي جبتوه، مش احنا اللي نتحمل في الاخر ويتحرق دمنا. دي مشكلتكم انتوا، زي ما جبتوه وبليتونا بيه تشيلوه، تدفعوا فلوس بقى، ما تدفعوش مش مشكلتنا. وشويه الموظفين اللي عندنا اللي بيلعبوا دول ما يصرف لهمش جنيه واحد، واللي مش عاجبه مع السلامه، لان هم من الاخر كده موظفين، لا فارق معاهم الاهلي ولا النادي الاهلي ولا فارق معاهم اي حاجه، وشبعانين فلوس. لو انت مش هتلعب للنادي الاهلي بروح وتقتل نفسك في الملعب، مش عايزينك، مع الف سلامه. والست ماتشات اللي باقيين في الدوري دول احنا مالنااش دعوه بقى، انتوا تتصرفوا فيهم بمدرب تاني غير المدرب ده، لان مش هينفع. احنا مش هنتحمل نشوف فريقنا بيلعب كونفدراليه السنه الجايه بصراحه. احنا ذنبنا ايه؟ لان احنا ندفع ثمن الفشل اللي انتوا بتعملوه؟ احنا ذنبنا ايه؟